ده عليك يا رب. البيض بتاع الرومي كله باظ خالص يا جماعة، وعوض عليك يا رب. مفيش كده بيض عندي بتاع رومي تركي خالص. طبعا بقى خش بقى على الفيديو يا جماعة، متنساش تحطوا لايك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم والسلام على رسول الله. اذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وشفيع يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. احلى واجمل متابعين في الدنيا، يا رب دايما تكونوا في خير في احسن حال، ودايما في التواصل في الخير ده. طبعا روتين جديد عند الدكتور يا جماعه. طبعا بقى انا طالع بقى احط لهم الاكل. طبعا زي ما انتم شايفين الدنيا مبهدله. طبعا بقى انا شلت البيض كله اللي كان هنا اترمى. طبعا سايب عرقوبه هنا يا جماعه وعرقوبه هنا. هتقول لي رميت البيض ليه؟ اقول لكم يا جماعه البيض كله عرق بدم تمام، ولقيته باظ مشش. طبعا هنلم لهم بقى شويه العفش دول كده، خدوا لهم كده، خدهم كده بره يا جماعه. احطهم هنا فين؟ احطهم هنا جنب العشه. طبعا زي ما انتم شايفين الرومية دي يا جماعه لسه برضو بتبيض، بس مش عارف بقى. هي المفروض دلوقتي ان احنا هي لسه بتبيض يا جماعه، بس مش عارف هي هتقطع بيض امتى. تمام. عندهم بصراحه المره دي ما فيش. ربنا يستر بقى على البيض ويستر بقى على اللي فيهم. طبعا انا سايب الرومية معاهم. طبعا دي الرومية السوداء يا جماعه. انا بحاول ان انا اعودهم كده على بعض، اسيبهم يتمشوا كده مع بعض زي ما انتم شايفين. طبعا ده الرومي بقى. تعالوا بقى نرجع بقى للبط. البط بتاعنا يا جماعه اهو. طبعا بسم الله ما شاء الله حاجه كده خليط بلد المسلم. طبعا انا هخش العشه واشحطهم بره هما كمان يطلعوا كده في شويه في الهوا دول، عشان طول النهار محبوسين، وانا بصراحه ما بطلت اطلع، فانا هطلعهم وارجع لكم تاني. طبعا زي ما انتم شايفين طبعا انا زقت يا جماعه ده قرن فلفل دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، يعني زقت قرن فلفل. طبعا وعاوز ميه. طبعا هنجيب لهم ميه او هنرش قدامه يعني الميه يا جماعه. طبعا الميه هنا مفيش. هنشوف الحنفيه فيها ميه ولا لا. مفيهاش ميه يا جماعه. طبعا بقى هو بقاله كام يوم كده يا جماعه. اقول لكم بقى الطيور عندي ما بتاكلش او ما لهاش قابليه على الاكل. بره بره. طبعا الناشفه الروميه. بصوا يا جماعه انا برضه هحكي معاكم حوار كده دلوقتي. تمام. الناس بتقول ما احنا قاعدين كده مع الطيور. بصوا يا جماعه الرومي ملوش عدد بيض. تمام. اسف بس على اللي حصل. طبعا الرومي ملوش عدد بيض. يعني في رومية تبيض لك 8 بيضات، في رومية تبيض لك 10، في رومية تبيض لك 20، في رومية تبيض لك 90، على حسب يا جماعه الرومية. تمام. انا عندي الرومي ده بسم الله ما شاء الله، يعني اول بطن جابوها. طبعا البنيه اللي بيضت حوالي 15 بيضه او 13 بيضه. ده على ما اتذكره يعني ان هو ده اللي هي بطه. طبعا دلوقتي انا مش عارف هما بيضوا كام بيضه، ان في بيض كتير اتكسر وفي بيض كتير علق بدمه واترمى النهارده. فطبعا يعني ربنا يصلح الحال يا رب. تمام. الروميه السودا لسه ما اشتغلتش يا جماعه، لسه هيجيلها ديك اسود. طبعا ده البطن. طبعا ده جالي من جارتي، والانتايه دي برضو جات لي هديه برضو. مع والروميه يا جماعه. يعني بسم الله ما شاء الله اليومين دول في حاجات كده، كام حاجه كده عماله تجيلي. ربنا يا رب يديم المحبه بيننا وبين الناس يا رب. تمام. فطبعا بقى ما تنساش بقى تحط لنا كده لايكات يا جماعه، عايزين عدد الفيديوهات يزيد. تمام. ويا ريت يا جماعه اللي بيشتري رومي ما يقولش طب هي الام بتبيض كام بيضه، طب هي عندها قد كيف، طب بتبيض كام بيضه، طب بتجيب كتير ولا قليل. انا عاوزها تكون بتجيب كتير. عامة يعني انا ممكن الواحد يخم الناس، بس ربنا يبعدنا يعني عن الخم الناس وكده. تمام. في ناس بتخم وتحلف وتتقطع وتحلف بالاديان كلها ان الحاجة بتبيض بالالف بيضة وبتطلعهم، وهي اصلا ما تكونش بتبيض على 3 4 بيضات 5 بيضات.
بتكون بتطلعهم. تمام. فياريت الناس تخلي بالها من الحاجات اللي بتبقى زي كده. تمام. طبعا هتقولي انت عندك طيور قليله. هقول لكم يا جماعه انا عندي طيور قليله بس مش قليل قوي يعني. انا عندي كتاكيت لسه صغيره، وفي كتاكيت عندي تحت في المحل، وفي فراخ عندي برضو. يعني كام حاجه كده جايه لي يا جماعه، بس لسه برضو على الهادي ما بنطلعش كل حاجه. شكرا على 300 اخ واخت معايا على القناه وبيتابعوني وبيستفيدوا مني. طبعا انا هتقولوا مفهوم ما بنزلش محتوى يعني، مبقولكمش على صفات. اليومين الجايين يا جماعه هندخل دوره فراخ من الالف للياء. هبقى مدخل لكم دوره جميله 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 جدا جدا يعني. بسم الله ما شاء الله يعني. حاجه يا جماعه هتبقى مستوى عالي اقسم بالله. طبعا زي ما انتم شايفين الديك الرومي كل الطوبه ولا كأنه همه. بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يحميه يا رب ويبعد عنه الناس اللي بتقر عليه. طبعا الاسره دي يا جماعه انا مش هبيعها حتى لو نقلت من البيت اللي انا قاعد فيه. طبعا انا زي ما انتم عارفين ان انا قاعد في ايجار، فطبعا لو نقلت الرومي ده مش هبيعه خالص ولا حتى البط. ممكن افرط في فراخ في اي حاجه، بس الا الرومي ده اللي مش هفرط فيه يا جماعه. ان الحاجه اللي بتبقى زي كده لما بتروح او بتتباع ما بنعرفش نعوضها تاني. وما بنعرفش. انا كان عندي بط يا جماعه بسم الله ما شاء الله كان بينتج والله، من بعد ما راح ما بقتش خالص مش يعني. طبعا هنجيب البط التركي يا جماعه. جاي لنا بط تركي اليومين الجايين، وجاي لنا بط رصاصي. طبعا كل حاجه جايه بس ليها مواعيد معينه. تمام. محجوزه يعني محجوزه اول ما بتجهز زي ما انتم شايفين البطايه بترفع. بسم الله ما شاء الله. طبعا البطايه دي كان عند اختي يا جماعه على القناه القديمه، لو هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها هي وولادها اختي دي بالظبط في اسفل الفيديو، فاول تعليق مثبت. طبعا كده يا جماعه الدخل اهو وخل كده يا جماعه القرن الفلفل. بسم الله ما شاء الله. طبعا هنقعد 3 ايام نديله قرن فلفل يعني اللي هي الشطه يا جماعه الحاميه عشان يكسر على الانتايه ويحمى كده. طبعا في جوز نوتي يا جماعه جاي له تاني، واحده من ابن عمي جايبها لي بتبيض عنده فقال لي خدها وما عندوش دخر. وواحده تانية جايه من واحد صاحبي برضو بتبيض وما معهمش دخر. فما شاء الله الاتنين جايبهم ولدي معاها دخر ولدي معاها دخر يعني. بيقول لي خلاص، بيقول لي ده فاضل لها 10 بيضات. طبعا يا جماعه انتوا شايفين بتعمل بجناحتها ازاي. في هزه كده في جناحتها بسيطه. الهزه البسيطه دي او الرعشه البسيطه دي بتبين لك ان هي الانتايه عايزه تتكسر. ده محدش يعرفها يا جماعه الا الخبير في البطن. تمام. تعالوا نسيبهم كده على السطح يا جماعه. البيض خلاهم مفيش اي حاجه، مفيش خوف عليهم. ربنا يا رب يحميهم. طبعا زي ما احنا اتفقنا كده. طبعا دورات البط كلها هتبقى منزله لكم اول باول وكل يوم فيديو ان شاء الله. طبعا لو اليومين دول اتلخمت او ما بنزلش ان شاء الله انزل لكم كل يوم فيديو. عايزكم بقى تحطوا لايك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احلى الناس في الدنيا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.